ما عنديش حد يطبطب عليا، ولا حد بيهتم بيا، ولا حد بيقول لي انت رايحه فين ولا جايه منين. ما عنديش حد بيراقب اصلا عندي، ولا حد مهتم. عندي اب ربنا يخليه ليا والله العظيم، برضو زي ما بقالي فتره بشوف منه وحش، بس انا شفت منه كتير حلو. ما انكرش ما انكرش اللي كان بيحصل ظروف كتير وحشه، وبرضو بشوف منه حلو. يعني احنا نحكي الحلو برضو زي ما نحكي الوحش. بس انا في فتره محتاجه رقابه، انا سني مراهقه اصلا، محتاجه رقابه، محتاجه حد يقول لي انت نازله رايحه فين، جايه منين، لابسه ايه، غلط ده صح ده. حد يخاف عليا عشان انا بنت ووسط بنات ووسط ناس حياتها، يعني حياتها اوبن عادي، فانا ممكن ابقى زيهم، ممكن اتلط، ممكن. انا بخاف على نفسي لوحدي، برضو عايزه، محتاجه ان انت تبقى جنبي يعني، محتاجه ان انت اب تبقى جنبي تعاملني حلو. يعني لو بأقل حاجة تعاملني حلو، انت بتعامل اخواتي احسن مني، انت بتميز اخواتي احسن مني، انا عمري ما غير من اختي، بس حسيتني ان انا بنتك زي ما هي بنتك. او انا وحشة، انا وحشة معاك، ولو وحشة معاك انا بنتك، ما ينفعش، ما ينفعش ده عاقبني. مش تقولي لا انت مش بنتي بعيدي عني، ايه الاسلوب ده؟ مفيش اب كده. يعني انا عايزاك تاخدني في حضنك، تطبطب عليا، تشوفني بعمل ايه، بروح فين، ليه ما بتعملش معايا كده زي ما بتعمل مع اخواتي؟ ليه مثلا انت مش اب زي ما شايفه ابهات صحابي، زي ما شايفه ابهات صحابي ببقى قاعده مع صحابي، بلاقي بابا بيبني انت ما روحتيش ليه، يلا تعالي انت اتاخرتي. طب انت ليه ما بتعملش معايا كده؟ ما انت اب زيك زيه، ولا انت ايه الفرق ما بينك وما بينه؟ انت ايه الفرق ما بينك وما بين بابا صاحبتي مثلا؟ انا من كتر ما انا بشوفك ما بتعاملنيش بنتك، بقيتش اعرف اقول لك يا بابا، اقسم بالله. انا مش دايما مبسوطه، انت بابايا بيشوف حياتي مبسوطه زي ما بتوع السوشيال ميديا شايفيني مبسوطه، واللي بيتابعوني شايفيني مبسوطه. انا مش مبسوطه، انت اكتر واحد لازم تعرف اللي فيا. مفيش واحده هتبقى مبسوطه بابا ماشيه من بيتها معادني عند عمته. ليه بتعاملني كده؟ يعني انا بحاول اكلمك، انت رافض ان انا اكلمك، حاططني على الحظر على كل حاجه، وانا مش هاجي مكان انا اتطردت منه. انت بتطردني من بيتي وانا في سن صغير، مش هاجي البيت. بحاول اتواصل معاك، مش بتتواصل معايا، فانت بتشوف فيديوهاتي كويس، ليه بتعاملني كده؟ صحابك بيعاملوا ولادهم كده، خدها كده، صحابك بيعاملوا ولادهم كده. لو باباك او مامتك كانوا بيعاملوك انت كأب وحش، انا ماليش ذنب، ماليش ذنب ان انا اتعامل بالمعامله دي. انا سن صغير، نفسي ان انت تطبطب عليا. ليه الطبطبه بتيجي من الغريب، ما بتجيش منك انت؟ ده انت اقرب حد. ليه الاسلوب ده؟ ليه ما تجهزنيش؟ ليه ما تقفش جنبي؟ انت مش بابايا؟ ولا انا بتحايل عليك؟ ولا انت مش بابايا؟ انا بقول كل اللي في نفسي، عشان انا ما فيش حد احكي له، انا ما فيش حد احكي له، ما فيش حد اتكلم معاه. انا بقول كل اللي في نفسي قدام الدنيا كلها، عشان انا تعبانه من جوايا. انت ليه مش بتطبطب عليا؟ ليه ما بتعاملنيش زي ما بتعامل اخواتي؟ هو انا وحشه؟ انا عملت لك ايه طيب؟ وحتى لو عملت حاجه تستاهل ده كله؟